أفاد سفير مصر باليونان عمر عامر بأن العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر، وذلك دون أي مشاكل أو عقبات. أوضح عامر خلال تصريحات للقاهرة الإخبارية أن هناك تواصلا مستمرا مع الهيئة الوطنية للانتخابات والتي قدمت دعما كبيرا للسفارة لإتمام الاستحقاق الانتخابي. النهارده صباحا يوم الجمعة فتحنا اللجنة الفرعية للانتخابات هنا في مقر السفارة المصرية في أثينا من الساعة 9 صباحا وفقا لما هو متفق عليه ووفقا لما ورد من تعليمات في هذا الشأن من الهيئة الوطنية للانتخابات اللي هي مشكورة دائما بتقدم كل الدعم الفني لينا ودائما على تواصل معنا لضمان سير العملية الانتخابية على الوجه الأكمل. نستمر إن شاء الله من النهارده حتى 9 مساء، وغدا السبت هيكون أيضا استكمالا للمرحلة الأولى من الانتخابات من 9 صباحا 9 مساء. نتوقع المزيد من الإقبال من أبناء الجالية المصرية. بطبيعة الحال يوم الجمعة ده يوم عمل، فبالتالي بيكون تواجد المواطنين المصريين أيضا معانا، لكن بيزيد في نهاية الأسبوع اللي هو السبت. وحقيقة حتى هذه اللحظة الأمور تسير بشكل طيب. ومتابعة لهذا الموضوع من أثينا عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية. عبد الستار، بهذا الاستحقاق الانتخابي بما نترقبه وننتظره من الانتخابات البرلمانية والمواطنين المصريين الذين يريدون أن يدلوا بأصواتهم عن هذه العملية، وآخر ما لديك من تفاصيل عبد الستار في أثينا؟ نعم، قبل أقل من ساعة من الآن تم إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الأول من هذا الاستحقاق الانتخابي. العملية تمت اليوم بدون أي مشاكل تذكر أو عقبات. كان هناك تواصل دائم بين اللجنة هنا في أثينا والهيئة الوطنية للانتخابات. غدا اليوم كان يوم جمعة وهو يوم عمل عادي في اليونان، وكان الإقبال ملحوظ، ولكن غدا من المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير جدا، حيث أن غدا يوم السبت وهو عطلة نهاية الأسبوع، ومن المنتظر أن يكون هناك العديد من الناخبين الذين يأتون للتصويت في هذه الانتخابات. عموما السفارة هنا تقدم كل التسهيلات والمساعدات للناخبين، وخصوصا هؤلاء الذين يأتون وهم سوف ينتخبون بعد أسبوعين من الآن في المرحلة الثانية. نعم عبد الستار، شكرا لكل هذه المعلومات حتى الساعة. عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية كنت معنا مباشرة من أثينا. إذن بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرة 9.